حاجه مهمه جدا، لما تفكر في حاجه عشان تعملها لازم تعملها في ساعتها، ما تقعدش تفكر كتير. وده اللي انا ما عملتوش. حرفيا انا بقالي سنين بفكر ان انا اعمل قناه على اليوتيوب. جه الوقت بقى ان انا اقول كفايه تفكير، لازم نعمل اكشن. الطبيعي ان اي حد بيعمل قناه على اليوتيوب لازم اول فيديو يطلع يعرف الناس عن نفسه ويعرف الناس هو هيعمل ايه. لكن بما اني ما بحبش الهلك الكتير ولا انت بتحب الهلك الكتير، فهندخل في الموضوع وفي اخر فيديو هقول لك انا مين بتكلم عن ايه. طيب قبل ما ادخل في الموضوع عايز اطلب منك طلب. عايزك تسال نفسك سؤال وتقول انا عايش ليه؟ انا جيت هنا ليه؟ اكيد في حاجه ربنا وحده اللي علمها انت عايش علشانها. ربنا خلقك علشان تعملها، خلقك علشان تبقى انسان ناجح، تبقى انسان اكتف، تبقى انسان فعال. طيب بعد ما ردينا على السؤال ندخل بقى في موضوعنا. انا جاي النهارده اقول لك على 10 حاجات هيخلوك انسان تاني. طيب اول حاجه انك تبدا. انك تبدا دي حاجه مهمه جدا ولكن معظمنا مش فاهم معناها. انك تبدا معناها انك ما تعملش زيه، ما تقعدش سنين تفكر في حاجه تعملها وفي الاخر ممكن ما تعملهاش او ممكن شغفك يروح بعيد عنها. فاللي تفكر فيه خطط قليل نفذ اكتر، خطط قليل نفذ اكتر اللي انت حابه، نفذ اللي انت شايفه صح، اللي انت شايف انه ممكن تبقى فيه حاجه تانية. وانت كمان فكري في اللي انت بتحلمي بيه. احنا عايشين هنا علشان نحقق حلمنا. نيجي بقى تاني حاجه وهي وقتك. وعايز اقول لك ان وقتك ده من اهم الحاجات اللي ربنا مديها لك. بالنسبه للوقت الموضوع كبير جدا علشان اقول لك ازاي تستفاد منه وازاي تعمل منه حاجه مفيده، ولكن باختصار هقول لك انك لازم تعمل روتين يومي، حاجات كده بتخلص اول حاجه في اليوم، حاجات ما ينفعش ما تعملهاش مهما حصل. اوعد نفسك بكده، خليك راجل قدام نفسك. نيجي تالت حاجه وهي مهمه جدا وهو النوم. انك تنام صح. يعني ايه تنام صح؟ يعني تنام مع الشمس مش قصدي كده، يعني انك تنام في وقت ما الشمس بتنام فيه وتصحى وقت ما الشمس تصحى. يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني تنام في وقت معين اللي هو تقريبا 9 على 11 وتصحى من الساعة 5 للساعة 6 الصبح. والنوم طبعا محتاج تفاصيل اكتر ومحتاج نتعمق في الموضوع، ولكن انا مش عايز اهلك كتير في اول فيديو. فلو عايز فيديو مخصوص عن النوم اكتبه تحت في الكومنتس وانا هعمل لك مخصوص. انا قاعد هنا علشانك، انا بحبك. نيجي رابع حاجة بقى وهي الشمس اللي انت كنت نايم معاها. الشمس دي مفيدة جدا طبعا، وطبعا كلنا عارفين ان الشمس بتمدنا بفيتامين دي، ولكن احنا مش بنتكلم هنا علشان فيتامين دي. احنا هنا مش في فيديو عن الانيميا، بكلمك عن الشمس لانها بتديك طاقة اكتر، بتخليك انشط اكتر، بتقلل بتقلل التوتر، بتعلي ثقتك في نفسك. طيب هل اتعرض للشمس في اي وقت افضل قاعد في الشمس طول اليوم؟ مش ده برضو اللي انا عايزه. ولكن الشمس ليها اوقات معينة، اوقات في الشتاء واوقات في الصيف. وانا مش دكتور ولكن دكاترة كتير قالوا ان الشمس في الصيف احسن وقت ليها من الساعة 8:30 للساعة 11، اما في الشتاء فمن الساعة 7 للساعة 8. خامس حاجة انك تصوم عن الشهوات، ودي حاجة صعبة علينا كلنا كبشر ولكن هي مهمة جدا وقد تكون من اهم الحاجات اللي هتخليك تطور من نفسك. طيب الشهوات نوعين، شهوات مفيدة وشهوات ضارة. شهوات الضارة اللي هي الحاجات اللي ما بتفيدكش ومعظمها حرام، ودي اصلا مش محتاجة اقولك تبطلها عشان هي لازم تبطلها. اما الشهوات المفيدة فانا مش هقولك بطلها ولكن هقولك قللها على قد ما تقدر، لانها مهما كانت مفيدة فهتبقى مفيدة انها تبسطك بس مش اكتر. فاحنا نعتبر الشهوات المفيدة دي حاجات احنا بنكافئ بيها نفسنا لما بنعمل انجاز، وطبعا ما ينفعش نعمل انجاز من غير ما تعمل الحاجات اللي انا اقولها لك النهارده دي. عشان كده عايزك تركز معايا كويس في الحاجات اللي جايه. سادس حاجه وهي انك تتمرن، انك تبقى انسان رياضي، انسان عايش حياه صحيه. تتمرن ايا كان التمرين اللي انت بتحبه، سواء كرة قدم، سله، طايره، سباحه. طبعا الجيم مش هنتكلم عنه عشان ده حبيبنا كلنا. عايزك تدي نفسك كل يوم على الاقل 10 دقايق تتمرن فيهم، 10 دقايق مينيمم تتمرن فيهم كل يوم. صدقني بعيدا عن انها هتطور في صحتك، لا دي هتطور صحتك، هتطور شكلك، هتطور تفكيرك، بتحسن قلبك. الرياضة دي مهمة جدا جدا. هندخل على سادس حاجة وانا بعتبرها سر نجاح اي حاجة وهي انك تستمر. الاستمرارية مش شرط عشان تستمر في حاجة تديك نتائج، الحاجة انت عمرك ما هتستمر فيها غير لو حاببها. عشان كده زي ما قلت لك اول نصيحة انك تعمل الحاجة اللي انت بتحبها، ساعتها انت هتستمر فيها، ساعتها هتتطور فيها، ساعتها هتحبها، مش هتستنى منها مقابل عشان تستمر فيها. تعمل حاجة لازم تقعد مع نفسك
على الاقل كل يوم 15 دقايق تقعد مع نفسك، تركز على هدفك، تركز على حلمك، تسأل نفسك الاسئله اللي انت دايما بتفكر فيها في اوقات متفرقه في اليوم، ولكن تجمعها في الوقت ده تضغطها، هتلاقي فعلا حاجه انت مش واخد بالك منها، هتلاقي مفتاح ربنا مديهولك تحقق بيه الحلم اللي انت عايزه بس انت مش واخد بالك منه. ما تفكر مع نفسك ساعتها هتوصل للمفتاح. تاسع حاجه، ودي حاجه مهمه جدا وحرفيا كل الناجحين قالوا عليها، وهي الناس. ما تسمعش كلام حد وما تبصش لحد، ما تبصش لحد ناجح فيجيلك احباط وما تعرفش توصل له، تبص له من ناحيه النبريشن، الالهام. ما تبصش لحد اقل منك فترضى بالواقع مش بالقدر، فترضى بالواقع وتفضل قاعد زي ما انت من غير ما تطور من نفسك تقول انا كويس كده. انا بقول لك حاجه مهمه جدا، انك تبقى راضي على اللي انت فيه بس ما تقعدش فيه، تبقى راضي ترضى على اللي انت فيه وتطلب اكتر. حرفيا ربنا خلقنا كده. ايش الحاجه بقى ودي مهمه جدا 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 وعشان كده سبتها في الاخر، لان حرفيا الحاجه دي انت لو ما عملتهاش فمش مهم التسع حاجات اللي فاتوا، وهي علاقتك بربنا. انا مش شيخ ولا راجل متدين قوي، لا، كلنا بنحسن من علاقتنا بربنا، بنحسن من ادائنا لفروضنا. طبعا علاقتنا بربنا هنا مش انك تصلي بس، انك تصلي وتعمل كل اللي تقدر عليه عشان ترضي ربنا، ومنها انك ترضي والديك، ودي اهم حاجه في انك ترضي ربنا، لان من غير رضاهم مش هتنجح في اي حاجه. انا سايب دي لاخر حاجه لانها حاجه مهمه جدا، لان انت لو ما عملتهاش صدقني كل اللي انا قلته في الاول ده ملوش اي لازمه. وبس كده يا معلم، انا قلت كل اللي عندي. ارجع بقى افكرك بالشخص اللي بيتكلم قدامك ده، اللي تقريبا كده كل اللي بيتفرج عارفه اعتقد، يعني لان هم صحابي واهلي اللي بيتفرجوا عليا، ولكن برضو ممكن يبقى في حد لسه مش عارفني. فانا اتشرف اولا بانك تتفرج عليا، ثانيا اعرفك بنفسي. انا جمال طارق والقناه اسمها جيم السلطان. القناه دي انا هكلمك فيها عن انك تطور من نفسك وتعلي من نفسك خطوه بخطوه. هنتكلم فيها عن الفتنس، هنتكلم فيها عن اللايف ستايل، هنتكلم فيها عن اي حاجه تخليك احسن، اي حاجه تطورك. انا عاملها علشانك وعلشاني، اديك شويه معلومات عني يمكن تكون محتاج تعرفني اكتر. انا مصري اظن باين انا مصري اظن باين يعني من محافظة ايه؟ من محافظة السويس. الحقيقة انا لسه بدرس، لسه طالب في كلية تجارة. عندي بعرف نفسي بس انا كده خلاص. انا عندي انا برضه وجعت عيني. اشوفكم فيديو كده. تقريبا خلاص كده انا خلصت المعلومات اللي عندي. متنساش بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. وبما ان ده اول فيديو فهطلب منك طلب سخيف شويه، عايزك تقيمني، عايزك تقول ادائي كان عامل ازاي، بس راعي ان ده اول فيديو، راعي اول مره اتكلم قدام كاميرا، راعي الموضوع ده. 10 من 10. هتوحشوني